خصائص الموقف الفلسفي. الموقف الفلسفي يا شباب ليه خصائص بتميزه عن غيره من المواقف الأخرى. أهمها أول حاجة عندنا الدهشة وإثارة السؤال أو التساؤل. يعني إيه؟ يعني الفيلسوف هنا بيرى كل شيء بس بشكل مختلف بيثير دهشته، ومش معنى كده إن عقله هنا فيه غياب، لأ، ده الدهشة دي بتدفعه لليقظة والسؤال ومحاولة التفسير والفهم. زي بالظبط كده يا شباب دهشة أرشميدس لما نزل للمية واكتشف قانون الطفو وقال وجدتها. وهنا كمان دهشة أرسطو اللي كان بيقول إن الدهشة دي هي أم الفلسفة، وهي اللي بتدفع للناس للتفكير والتفلسف. تاني حاجة عندنا يا شباب اللي هو الاتساق والدقة المنطقية. الموقف الفلسفي عندنا يا شباب دايما بيبقى متناسق ومنظم في مكوناته، فهو عندي بيبدأ من مقدمات وبيخرج منها بنتائج منسجمة مع باقي المكونات، فهنلاقيه ان هو بيتميز ان هو متسق منتظم منسجم وليس متناقض. ودايما بنشوف الدقة والترابط باينة جدا في مادة الرياضيات، فهنا بنلاقي ان النتيجة لازمة عن المقدمات. وكمان عندنا لو احنا بصينا لفيلسوف اسمه سارتر رتب قضايا الوجود على بعض، من اول ما قال ان الانسان حر، وتاني حاجة عندنا ان الحرية بتجعله مسؤول، وتالت حاجة عندنا ان هو بيترتب عليه ان هو مسؤول عن اختياراته، فده كله بيدفعه للخوف والقلق، فهو رتب قضاياه بتناسق وانسجام مع المكونات. تالت حاجة عندنا يا شباب اللي هو الصبر والتروي. ده بيتطلب من الفيلسوف إن هو يتأنى في دراسة أي مشكلة وعدم التعجل في إصدار أحكامه، وإن هو بيراجع كل ما هو متوفر لديه حتى يكون أحكامه أكثر يقينية. مش من صفات الفيلسوف اللي هو القفز للنتائج، فما ينفعش نقول السرعة والجودة لا يجتمعان مع بعض، ومن يتقدم سريعا أكيد بيرجع سريعا، والإتقان بيحتاج للتأني والصبر. رابع حاجة عندنا يا شباب اللي هي البصيرة واليقظة الدائمة. يعني ايه بصيرة؟ يعني احنا ما نقبلش بأي أشياء على علتها، لازم نحاول نفحصها ونحللها عشان نوصل لجوهر الأشياء والأسباب العميقة لظهورها. فهنا عندي من خلال البصيرة بنقدر نميز بين الرئيسي والفرعي، ونميز بين الظاهر والباطن. فكان دايما عندنا سقراط بيدعو لمبدأ اعرف نفسك. ليه؟ عشان يتأمل الإنسان داخله ويتعرف على حقيقته. فهنا نقول مثلا لا يرجع تدهور الاقتصاد لمجرد زيادة السكان، لكن يتميز تمييز الكفاءة الإنتاجية للشعب ومستوى التعليم وزيادة الاستهلاك إلى آخره. برضو لما نيجي نقول لا ترجع حرب بين بلدين لمجرد غزو الحدود، بل هناك صراع لمصالح اقتصادية أو شحن إعلامي أو تكتلات سياسية إلى آخره من الأسباب العميقة يا شباب.